في الوقت اللي انت بتتفرج فيه على حلقة النهاردة، اخواتنا في غزة بيتعرضوا لأبشع عقاب جماعي ممنهج من بداية الحرب. أطفال، نساء، شيوخ، رجال بيموتوا حرفيا من الجوع. المساعدات الإنسانية اللي بتخش ده إن دخلت شحيحة جدا. الاحتلال بيستخدم التجويع الممنهج كسلاح زي الرصاص والقصف اللي بيقطف حياة اخواتنا يوميا. أنا آسف لو فكرتك بمأساة اخواتنا وقضية كل مسلم عربي اللي ما بدأتش مع حماس أو من 7 أكتوبر زي ما بيتصدر لنا، فمش هاخد من وقتك اكتر من كده. واهلا بيك في حلقه جديده من الخلاصه. عندنا كروت شاشه من انفيديا، وعندنا كروت شاشه من اي ام دي، وبقى عندنا كروت شاشه من انتل. اي نعم، ما بنشوفهاش ولا بنلمعها، بس عندنا كروت شاشه منهم. ودلوقتي بقى في كروت شاشه صيني. لا شك ان الصين بتصنع كل حاجه، واللي ما بتصنعهوش من الالف للياء بتجمعه. المهم ان ليها ايد في اي حاجه وكل حاجه. تقدر تقول ان الصين هي مصنع العالم. بلد كبيره فيها ناس كتيره ومليانه من خيرات ربنا، بس عند الاكل ما بياكلوش رز وملوخيه وكوكو زينا. المهم ان الصين لحد شرايح السيليكون ما هماش قد كده، او بمعنى تاني الدول والشركات المعاديه للصين اللي بالتالي حليف لامريكا ما تحبش تاخد من الصين شرايح، بس ليهم شركاتهم او الفابس بتاعتهم. واحد مثلا من اكبر الشركات اسمها SMIC، دي واحده من اكبر الفابس في الصين اللي بتقدر تنتج شرايح بدقه تصنيع 7 نانومتر. شركه مثلا زي SI كارير، مش بتاعه التكييفات، دي الشركه المنافسه لشركه ASML اللي بتعمل الاجهزه اللي بتطبع الترانزستور على شرايح السيليكون. وعلى حسب بعض التوقعات ان لو العالم ما دخلش على نهايه في 2030 ممكن الصين تستحوذ لوحدها على 21% كحصة من سوق عملاق زي ده. ففكرة انك ممكن تلاقي معالجات صيني او كروت شاشة او شرايح رسومية صيني ما هياش بعيدة، لان مؤخرا بقى ليهم باع طويل في الاس اس ديز والرام، وده لكام سنة فاتت كانت الصين بعيدة عنهم كتصنيع شرايح ذات نفسها، على عكس دلوقتي. طب انا ليه بقول لك الكلام ده؟ لان في كارت شاشة صيني من شركة اسمها ليزوان تكنولوجي عملت الكبيرة وقدمت شريحة رسومية وصل ادائها لشريحه رسوميه زي ال RTX 4060، بل تفوقت عليها. مش شايف حاجه واو قوي في الموضوع، لان احنا دلوقتي بقى عندنا ال 5060 هو ابن كلب وكل حاجه، بس موجود. الكارت اللي نزل باسم G100 ما بيبعدش كتير عن كارت جديد زي ال 5060. على حسب اختبارات الاوبن سي ال على منصه جيك بنش، الكارت حقق 111000 نقطه، ده اقل من كارت زي ال 5060 اللي حقق 120000 نقطه. ال 4060 على حسب المنصه دي بيحقق 101000 نقطه، وال 9060 اكس تي بيحقق 87000 نقطه. الجميل في الموضوع ان الكارت ده معماريته معتمده على دقه تصنيع 6 نانومتر، وده يعتبر اول جي بي يو من الصين بالشكل ده. وكمان انهم قدروا يقدموا ارقام على حسب ما تم تداوله ينافس كارت تكنيكلي هو هوت سيلينج ايتم لحد دلوقتي. ده شيء مبهر جدا، وللامانه ده مش اول ظهور للكارت ده. من قيمه شهر كده نزلت اخبار عن الكارت ده، وللاسف بسبب التعريفات الكارت كان بيقدم سكور اقل على نفس المنصه. سكور بيوصل لرقم اقل من كده واقل من واحد من كروت انفيديا القديمه الجي تي اكس 660 تي اي. بس في خلال شهر يكون عندنا كارت بتعريف على حسب الارقام مستقر. اي نعم مش هيكون لينا تجربه مع الكارت ومفيش فكره عن التوافر وهيكون بكام وامتى وما الى ذلك، بس الموضوع مبهر جدا. في شركه كبيره بقالها سنين مش عارفه تظبط التعريفات بتاعتها. الصين بتحاول تخرج باي شكل من الاشكال قبضه وهيمنه الشركات الامريكيه او الاوروبيه او الشركات الراسماليه، وتوجد لنفسها حلول خاصه بيها ايا كانت ازاي. المهم ان صباعي ما يبقاش تحت ضرس شركات ماليش سيطره عليها، او ممكن تقطع عني الحنفيه في اي وقت. الصين بتحاول تطبق بحذافيرها الحكمه الشهيره المتغطي بامريكا عريان. عزيزي الجيمر، عزيزي صانع المحتوى، عزيزي صاحب محل الهاردوير، انتبه، الرامات DDR6 على الابواب. عزيزي المواطن المصري اللي بيجمع تجميعه هاي اند ومش هيغير الا على DDR6، حابب اقول لك ان انت في خلال سنتين ممكن تشتري تجميعه جديده. كلا من سامسونج وميكرون واسكي هاينكس، الثلاث شركات المتحكمين في صناعه الدي رام تشيب بنسب كبيره جدا، خلاص عدوا مرحله البروتوتايب للشرايح الجديده، وحاليا على حسب ما تم تداوله هم دلوقتي في مرحله الفاليديشن. وبالتعاون مع كل من AMD وانفيديا وانتل حطوا معايير الرامات الجديده، زي مثلا ان مبدئيا كده
اقل سرعه هتكون متاحه منها هتكون 8800 ميجا ترانسفر وصولا ل 17600 ميجا ترانسفر، وده تقريبا كده بيبدا من اللي انتهت ليه رامات الدي دي ار 5 في الوقت الحالي، وهتنتهي بضعف سرعه رامات الدي دي ار 5. الرامات الجديده هتعتمد على معماريه 4 سب تشانل، كل سب تشانل بعرض 24 بت، على عكس المتواجد حاليا هو 2 سب تشانل في 32 بت. وعشان عدم استقراريه الدي دي ار 5 اللي كتير من الناس بيعاني منها، في فرصه للاعتماد بشكل اكبر على رامات الكام 2 او الكومبريشن اتاتشد ميموري موديول 2. دي الرامات العريضه اللي شفناها قبل كده في بعض موديلات البورد بري اتاتشد مع البورد، اللي لسه مشروع محكوم عليه بعدم توافر لاعتبارات كتيرة جدا. المهم ان المديول ده على حسب المنتشر هو اكثر استقرارية من الدم او الدول انلاين ميموري موديول اللي احنا شغالين بيه دلوقتي. التسلسل الزمني للاطلاق هيكون كالاتي: في سنة 2026 اللي هو بعد تقريبا كام شهر كده هتكون الشرايح دي جاهزة. على 2027 هتبدأ الرامات تكون متاحة في اجهزة الخوادم والمستخدمين. الدي دي ار 5 كالعادة مش هتختفي بالكامل مع دخول الدي دي ار 6 ارض المعركه. الانسحاب هيكون واحده واحده، خصوصا ان الدي دي ار 4 في الوقت الحالي لازالت متاحه. الدي دي ار 5 بالمناسبه بدات بنفس الشكل. لو قلنا ان الدي دي ار 6 هتكون رسميا في 2027، يعني كده الدي دي ار 5 بقى لها تقريبا 6 سنين في الخدمه. الدي دي ار 4 من تاريخ الاعلان 2024 لحد ميعاد اطلاق الدي دي ار 5 في 2021 قعدت برضه 7 سنين، يعني عمر الدي دي ار 5 كده اقل. وانا هنا بتكلم على مواعيد الاطلاق مش على فترات الخدمه، لان الدي دي ار 4 لازالت متاحه في الاسواق لحد دلوقتي. وكمان شركات زي ميكرون واس كي هاينكس اخروا قرار وقف انتاج الدي دي ار 4 بسبب الطلب عليها. ميكرون مع انها وقفت فعلا انتاج الدي دي ار 4 الا ان الكلام ده مش من بعيد مع توقع ارتفاع في اسعار الشرايح دي. ففي فرق بين مواعيد الاطلاق وفترات الخدمه او مواعيد انتهاء الخدمه. المهم يعني ان السبب في السرعه في الاطلاق او الاستعجال هو الاي اي او الارتفيشال انتليجنس. فالاي اي زي ما هو عامل مشاكل في الانتاج عشان يديك مميزات وخدمات ما كانتش موجوده زمان، زي ما بيسرع من عمليه اطلاق التقنيات الجديده اللي تكيب اب مع الديماند على الاي اي والادابتيشن بتاع الاي اي. الفكره بقى ان المواطن المصري ما بقاش ملاحق على الاطلاقات الجديده واسعار الهاردوير والجنيه اللي مش فاهمين هو طالع ولا نازل. فانا قلت اقول لك عشان تاخد بس بالك وانت بتجمع جهاز جديد في دي دي ار 6 واحلام العصاري بتاعي تكمل معايا 4 سنين دي ممكن ننساها شويه. بمناسبة بقى الاجيال الجديده، انت ناوي انها تعمل شغل عالي وجديد في الجيل الجديد، وخليني اقول لك ان كل ما نعلمه عن الجيل الجديد ما هو الا تسريبات لحد دلوقتي، مفيش منها حاجه اكيده. بس ما دام قلنا جيل جديد فاحنا بنتكلم عن النوفا ليك اللي هيكون بشرايح وسوكت جديد تماما. السوكت الجديد احنا عارفين انه هيكون باسم ال جي اي 1954. البروسيسورز هتكون تحت تسميه الكور الترا اللي نزلت لنا السنه اللي فاتت في البي سي. هيكون عندنا كور الترا 9 7 و5 وعلى غير العاده كور الترا 3، ودي انا شايفها خطوه ممتازه جدا في فئه مفيش حد موجود فيها، لان مش بس هيكون عندنا بروسيسور اقتصادي الاداء، لان الحقيقه مفيش فكره عن اقتصاديه السعر بتاعته، تكون عيله الكور الترا 3 بانويه اداء وانويه كفاءه واصرار تام من التسريبات على ان هيكون في انويه لو باور. الفئه الاقتصاديه او الكور الترا 3 هيكون فيها شويه فرايتي. هيكون عندنا بروسيسور بتوتال 12 نواه وفي نسخه اعلى بعدد 16 نواه، ودي ارقام كبيره جدا من حيث الانويه على فئه زي كده. في الفئه المتوسطه او الكور الترا 5 هيكون في فرايتي في اعداد الانويه، هتبدا من 18 نواه النسخه الاقل سعرا، 24 للنسخه المتوسطه او النون كي، واخيرا وصولا ل 28 نواه اعلى نسخه من الكور الترا 5. الالترا 7 مش هيكون في فرايتي في اعداد الانويه. كل الموديلات اللي تحت التسميه دي او تحت الفئه دي هتكون متاحه بعدد 42 نواه، والالترا 9 اعلى بروسيسور هيكون بعدد 52 نواه. طبعا كلهم متقسمين ما بين انويه اداء وانويه كفاءه وانويه لو باورز، بس انا بقول التوتال عشان ما تتلخبطش معايا وادخلك في حوارات انويه كتير. فانت دلوقتي قدام بامب غير طبيعي في اعداد الانويه، سواء كانت انويه الاداء وانويه الكفاءه. حتى لو ما فيش انويه لو باور فلازالت اعداد الانويه الثانيه كبيره جدا. التغيير
كمان عن الاجيال اللي فاتت هو حجم الكاش من المستوى الثالث اللي هيوصل مثلا في الكور الترا 9 لحد 144 ميجا. لو تفتكر البروسيسور الوحيد اللي جايب رقم زي ده من الكاش هو الرايزن 9 9950 اكس 3 دي، فمن الواضح انها نوعا ما محاوله من انتل للتصدي لتصميم ال 3 دي فيرتيكال كاش اللي كانوا بيقولوا عليه من فتره كبيره. المميز كمان هو خطوط الجيل الخامس من البي سي اي اكسبريس اللي هيكون عددها كبير وفي اعتماد كبير عليها بجانب طبعا البي سي اي اكسبريس 4، وده عشان الكروت والاس اس ديز. ده غير ان اللينك ما بين البروسيسور والشريحه هيكون معتمد على خطوط الجيل الخامس بدلا من الجيل الرابع، يعني بنسبه كبيره جدا هيكون في شرايح بتنتج خطوط جيل خامس زياده على عكس دلوقتي مفيش. لحد كده واحنا لسه ما نعرفش انتل ناويه ترجع الهايبر ثريدنج من تاني ولا لا، خصوصا ان الاعداد دي من الانويه كتيره جدا. فلو خدنا مثلا الكور الترا 9 الجديد اللي هيكون جديد ان شاء الله، وقلنا ان كالعاده انويه الاداء هي بس اللي هتكون فيها الميزه دي، فانت بتتكلم ان توتال الثريدز هو 68 ثريد. اعتقد ان 150 واط اللي متسربه دي هتكون بس بدايه التشغيل اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم 150 واط. بالميت رقم زي 250 ل 300 واط وممكن اكتر للبروسيسور لوحده يكون رقم طبيعي جدا، وممكن اكتر دي لو الجيل الجديد هيدعم الاس ام تي او السيميولتينيوس مالتي ثريدنج. اتمنى اني اكون قلتها صح. دي في قول اخر الهايبر ثريدنج، الخطوط اللي اتشالت من الجيل اللي فات. السي او الجديد بعد التقرير المالي للربع التالي اللي بيظهر فيه انخفاض في الارباح وتوقعات بنمو قليل جدا في الفتره اللي جايه، بيقول ان غياب الاس ام تي او الهايبر ثريدنج ضعف موقف انتل في المنافسه. وده الكلام اللي انا قلته من اول ما حطيت ايدي على الجيل الجديد، وقلت ان انتل هتدفع ثمن التضحيه دي كتير جدا. يمكن انتل ممكن ما تعملش كده في النوفا ليك على الاقل، او على حسب التسريبات اللي عندنا، ممكن في الجيل اللي بعد كده الله اعلم. على العموم كل اللي في ايدينا اننا نستنى، يمكن الحلقه اللي جايه من الخلاصه يكون فيها اخبار او تسريبات اكتر. فما تنساش تشترك في القناه عشان الحلقه اللي جايه، لايك لو الحلقه عجبتك، رايك تحت في التعليقات، وكالعاده اتمنى ان شاء الله اني اشوفك في الحلقه اللي جايه.